يا مساء الفل عليكم. تعالوا نعمل النهاردة مع بعض أحلى طريقة كيكة هشة وطرية وطعمها تحفة يا جماعة، وبخطوات ولا أبسط من كده. تعالوا نشوف بسرعة المقادير ونشوف الحكاية دي عملناها ازاي. يلا بسرعة. أول حاجة مقاديرنا سهلة جدا وبسيطة زي ما انتم شايفين. أول حاجة مجهزاها كوب ونص من الدقيق، كوب ونص من الدقيق ونص كوب من السكر. تمام كده. معايا بيضتين، ومعايا نص كوب من الزيت، معايا نص كوب من اللبن الرايب. تمام كده. ومعايا معلقتين كبار من الكاكاو الخام، معايا رشة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الخل، معلقة كبيرة من الفانيليا، ومعلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر. تمام كده. هبتدي بقى اضيف على الدقيق البيكنج باودر والملح والكاكاو وكل المكونات الجافة على الدقيق، وهبتدي اقلبهم كويس جدا زي ما انتم شايفين. تمام. تاني خطوة بقى ان انا جبت الخلاط عادي جدا، هبتدي ان انا اضيف البيض والسكر والفانيليا، واضيف كمان الخل. تمام كده. وهضيف كمان اللبن الرايب، وهضيف الزيت. ضفت كل المكونات السايله تقريبا، يعني متهيألي مفيش ابسط من كده. كيك مش هيوقفك 5 دقايق في المطبخ. هبتدي بقى اضرب كل المكونات دي كويس جدا لمده 5 دقايق لحد ما لونها يفتحي بالشكل ده. تمام. تاني حاجه هبتدي بقى خلاص بعد ما قلبت كل المكونات الجافه، هبتدي بقى اضيف عليها المواد السايله اللي احنا ضربناها كلها، الخليط السائل كله على المواد الجافه زي ما انتم شايفين، واقلب بقى بالراحه. تمام. طبعا الفيديو سريع فباين ان انا بقلب سريع، لكن انتي قلبي بالراحه. الكيك تحفه، هيطلع معاكي القوام بتاعه ممتاز. يعني بصراحه كيك هش وتحفه يا جماعه، طعمه روعه. جربوه هيعجبكم قوي. بعد خلاص بقى ما قلبنا طبعا، وانا جايه اول ما ابتديت اشتغل في الكيك، انا شغلت الفرن على درجه حراره 180 يكون سخن. اول ما جيت ابتدي في الكيك، جيت بقى جبت القالب بتاعي بتاع الانجليش كيك، بطنته بالدقيق بنقطتين من الزيت، مسحته كده وبطنته بالدقيق، وابتدي اضيف عليه خليط الكيك كله، وربع كوبايه من الشوكليت شيبس على الوش. تمام كده. بس كده خلاص. هبتدي بقى ادخلها الفرن، على الفرن سخنه زي ما قلت لكم بدرجه حراره 180. قعد معايا حوالي 35 دقيقه، وهيطلع بقى بالجمال ده. مش قادره اقول لكم على جمالها. يعني طريه وهشه وطعمها حلو قوي. جربوها تعجبكم. اللبن الرايب حلو قوي فيها. تقدري ان انت تستبدليه لو ما عندكيش لبن رايب، تقدري تستبدليه بلبن عادي او بزبادي. تمام. تقدري تضيفي ده او ده المتوافر، لكن بصراحة اللبن الرايب نتيجته حلوة قوي في الكيكة. جربوها تعجبكم جدا. شايفين ما شاء الله تحفة جدا، وطعمها ولا اروع. بتمنى ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، ووصفة النهاردة تكون سهلة وبسيطة عليكم وتجربوها. وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي. باي باي.